السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من بروكسل. غتقدم لكم زهور مرتلوسي البركوكش بالقديد اللي كتشتهر به المنطقة الشرقية ديال المغرب وخاصة مدينة وجدة. هذا الطبق التقليدي الأصيل اللي كيجي رائع جدا. كنتمنى باش تتابعوا هذا الفيديو. باش غادي نصاوبوا هاد البركوكش عندنا 3 المطيشات وجوج بصلات اللي غادي نحكوا البصله وكذلك مطيشه، وغادي نقطعوا القزبر ومعدنوس. غادي شويه البصله بعد ما تقلات البصله مزيان زدت عليها مطيشه وقلتها واحد شويه حتى هي. زدت عليهم القديد، هذا القديد اللي كان مرقد في الماء اما ليله كامله واما من الصباح حتى العشيه، يعني 12 ساعه حتى هو قلته واحد شويه. درت المنون الغذائي وكذلك زدت القزبر ومعدنوس. ندير العطريه، ندير البزاف، هاد نص معلقه كبيره الفلفل الاسود، الكركم غادي ندير واحد نص معلقه كذلك كبيره، السكينجبير تا هو واحد نص معلقه كبيره، التحميره تا هي نص معلقه كبيره، الفلفل الاحمر، كذلك زدنا الحمص اللي كان مرقد الليله كامله ومع واحد شويه ديال الحلبه، والحلبه اختياريه اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. كذلك زدنا العدس، ونقدروا نزيدوا كذلك الفول، غير هنا ما كاينش يعني ما درناهش. زادت الملح ومرقات بالماء طايب، غادي نسدوا عليها واحد نص ساعه. خدات طنجره اخرى درت فيها الماء والملحه وخلاتو يطيب. ملي طاب الماء زدت عليه بركوكش. بركوكش هو هذا نوع من انواع ديال لي بات، تيكون مكركب، حاليا متواجد في جميع المحلات التجاريه. كاينين بعض النساء حاليا وكانوا مالين بكري كيصوبوه في الدار غير بحال الطعام كيتحلحل، غير هو تيكون شويه غليظ. نخليكم مع تتمه الوصفه ديال الزهور. باش كتخلي داك النشا كامل يعني. في الحقيقه الطريقه اللي دارتها زوينه بزاف. ملي طيبت بركوكش بوحدو صفاتو من النشا، دابا واخا كيبرد بركوكش بقى هو يعني ما تيشربش وكذلك ما كيتعجنش وما كيلصقش بعضياته. كذلك في الاخير زادت مطيشه المعلبه، زدت واحد نص باكيه وخلاتو 5 دقائق ومن بعد حطات العشاء. هذا هو الطبق النهائي ديال بركوكش بالقديد، كيجي رائع جدا. كنتمنى باش تجربوه، ولا عجبكم ديروا لي جيم وبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. ولا كنتوا اول مره تتشوفوا هذا الفيديو كنتمنى باش تشاركوا معايا وديروا لي لايك وتعليق، وتنقول لكم مرحبا بكم، وما تنساوش الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا.